من ألذ وأسهل وأحلى الطرق اللي هتعملوها للرقاق باللحمة المفرومة. أول حاجة أنا معايا الرقاق بتاعي، كنت معصجة اللحمة المفرومة وسايباها في الفريزر فطلعتها كده تفك. معايا شوربة اللحمة بسيبها كده تغلي غلواية بسيطة، معاها كوباية من اللبن، معلقة كبيرة من السمنة البلدي الفلاح. الصينية بتاعتي بدهنها كده بالسمنة البلدي، ده بيخلي الرقاق إن هو يبقى طري وإن هو ياخد اللون الذهبي الخطير. بابتدي كده إني أسقي الرقاق واحدة واحدة وأرصه في الصينية، وطبعا لما برصه في الصينية بدهنه بالسمنة البلدي عشان يطلع طري من جوه وطعمه لذيذ كمان. لما بوصل لنص الصينية، يعني مثلا يبقوا 5 طبقات من الرقاق، ببتدي كده إني أفرد اللحمة المفرومة واحدة واحدة وأوزعها كده على نص الصينية بالمنظر ده. ممكن لو حابين تضيفوا كده رشة من الجبنة الموتزاريلا أو الميكس الجبن اللي هي بتبقى الشيدر والموتزاريلا والرومي اللي انتوا حابين. وطبعا منساش معلقة كبيرة من السمنة البلدي. وبكمل طبقات من الرقاق، أهم حاجة أسقيها كويس جدا بالشوربة. الصينية بتاعتي خلصت معايا بقى السمنة البلدي، ببتدي كده إني أفردها واحدة واحدة على الصينية كلها، وكمان نص كوباية من الشوربة بتاعتي. بسقي كده الرقاق بتاعي. مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 220، بيستوي من تحت ومن فوق، بخرجه فورا.